عشان تعملي الوصفة دي محتاجة بس كوبايتين دقيق وربع كوباية زيت، زي ما انت شايفاها كده قطنية وهشة، تسويتها ممتازة، عظمة بصراحة. هقولك المقادير بالكوباية بالجرام، هقولك كمان سر التسوية، هتسوي على درجة حرارة كام، ازاي هتسوي في البوتاجاز او هتسوي في فرن الكهرباء، هقولك على كل تفاصيلها في قلب الفيديو. تابعي معايا الفيديو علشان تشوفي كل التفاصيل. بس لو انت لسه جديدة معايا في القناة انزلي اشتركي عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والتشيير للفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 300 جرام، 300 جرام دقيق، يعني كوبايتين دقيق بالكوبايه المعياريه. لو ما عنديش الكوبايه المعياريه يبقى معايا اكيد الكوبايه بتاعه الميه العاديه، هي دي بتشيل 150 جرام دقيق، يبقى هنحط منها بكوبايتين برضو. معايا كمان معلقه سكر كبيره يعني 20 جرام. معايا كمان معلقه خميره كبيره يعني 12 جرام. معايا كمان معلقه بيكنج باودر صغيره يعني 5 جرام. ومعايا رشة فانيليا، كيس فانيليا يعني. تمام. هقلب كل المقادير دي كلها على بعضها، وهقول لكم المقادير تاني واحنا شغالين. انا كده قلبت كل المقادير مع بعضها. معايا هنا من نص كوبايه، انا هستعمل نص كوبايه ميه فقط لا غير. للمقادير دي هاخد منهم معلقتين 3 كده، وهحط عليهم ربع معلقه ملح وهحطهم على العجين. قلنا قبل كده ان الميه مع الملح بتخلي العجينه ليها عرق كويس، بتساعدك وانت بتعجني ان العرق يتعمل بسرعه. تمام. بعد كده هزود بقيه نص كوبايه الميه اللي هي هتبقى 100 ملي. تمام، يعني هحط نص كوبايه ميه بما يعادل 100 ملي ميه. وهحط كمان ربع كوبايه زيت بما يعادل 60 ملي، ربع كوبايه زيت بما يعادل 60 ملي. مش هحط ربع كوبايه كلها، انا حطيتها كلها وشلت معلقه على جنب، بعد كده هقول لكم هنعمل بيها ايه. تمام. هنقلب بقى كل المكونات مع بعضها، وبعد كده هنبدأ نعجن. طبعا احنا قلنا قبل كده ان العجن هيبدأ بعد لما العجينة تبدأي تعجني 10 دقايق على ايديكي لغاية اما العجينة تكون عرق معاكي. تمام كده. انا هنا لميت العجينة، وبعد كده هبدأ فيها في العجن. هلمها برضو، الم الدقيق اللي معاها ده، وهحط ده كده بقيت نص كوبايه الميه. يبقى انا حطيت بالظبط نص كوبايه ميه، الميه اللي انا حطيت فيها الملح، وبقيه الميه اللي انا حطيتها دي كلها مقدار نص كوبايه ميه يعني 100 ملي ميه. يبقى هنقول المقادير كمان. معايا كوبايتين دقيق بما يعادل 300 جرام. معايا معلقه كبيره سكر بما يعادل 20 جرام. معلقه كبيره خميره بما يعادل 12 جرام. معلقه صغيره بيكنج باودر بما يعادل 5 جرام. حطيت كمان ربع كوباية زيت بما يعادل 60 ملي. حطيت 100 ملي مية بما يعادل نص كوباية، والزيت يعني ربع كوباية. يبقى احنا كده قلنا كل المقادير. وهقول لكم دلوقتي معلقة الزيت اللي انا شلتها على جنب انا هعمل بيها ايه. انا هنا خلاص لميت العجينة، بوريكم. بصوا شايفين هي بقى لها عرق ازاي. تمام. معلقة الزيت انا هحطها كده في الاخر وبس، وهتلمي العجينة بقى بيها كده. هتعجني شويه لغايه اما الزيت كده يتلم في قلب العجينه، واحنا كده يبقى خلاص خلصنا. انا وريتها لكم دلوقتي وهي ايه، هي بتمط ليها عرق، يعني لما بتشد العجينه معاكي كده مش بتتقطع، بتتشد معاكي زي الاستيك زي اللبانه. اما تشد العجينه معاكي ما بتتقطعش. طول ما العجينه بتتقطع معاكي يبقى هي لسه ما عملتش عرق ومش هتنفع معاكي، يبقى كده العجينه بتاعتك مش هتطلع ناجحه. لكن اول ما العجينه بتاعتك تطلع عرق يبقى هي كده خلاص ناجحه، لما تتشد معاكي وتبقى زي الاستيك. انا هنا بوريكي ان هي عجينه طريه قوي بس مش بتلزق في الايد، يعني انا لو ما استعملت الايد التانية اللي هي نضيفه من اللي مش بعجن بيها ما لزقتش فيها، بس هي ملزقه في الايد اللي انا بعجن بيها عشان مكانها عجين، لكن في الايد التانية ما لزقتش فيها. انا هنا بقى حطيت لها زيت، وبعد كده هغطيها كويس. تمام. واسيبها تخمر. هنا كده بعد ما اختمرت خدت حوالي بالظبط ساعة عشان الجو
ساقعة، لكن طبعا في الصيف مش هتاخد الوقت ده كله. بس هنطلع الهواء منها، وبعد كده هنبدأ نشتغل على السطح اللي احنا هنشتغل عليه. هنحط رشة دقيق هنا. انا كده هعملها رول وهقسمها على 3 كرات. تمام. لو انت عايزة السميد بتاعك يبقى صغير زي اللي انا كنت عاملاه، يبقى هتقسميها على 3 كرات. طب لو انت عايزاه كبير هتقسميها على كورتين بس، وهتعملي الدورية كبيرة، وهيطلع معاكي السميد اكبر من كده، حسب ما انت عايزة. التشكيل ده حاجة ترجع لك انت. تمام. انا كده كورتهم 3 كور، هستعمل واحدة واشيل الاتنين على جنب، وياخد واحدة بعد واحدة. وطبعا اللي انت شايلاه على جنب هتغطيه كويس عشان وش العجينة ما ينشفش. هنبدأ هنا نشتغل في العجينة، وهنبدأ نديها رشة دقيق. هتحضري النشابة بتاعتك وهتبدأي تفردي في العجينة. طب انا ما عنديش نشابة، يبقى اي ازازة تكون ازاز مدورة كده اسطوانية هتشتغلي بيها، مفيش مشكلة. العجينة هنعملها بس السمك بتاعها مش هيكون رقيق قوي. دلوقتي هوريكم السمك بتاعها هيكون عامل ازاي. بس كده. هتاخديها وتحطيها على جنب في السطح اللي انتي شغالة عليه. هوريكي سمكها دلوقتي. هو ده السمك اللي احنا عايزينه. تمام. بعد كده هنقطعها لشرايط. هتقطعيها بأي حاجة، بقطعة البيتزا، بالسكينة، بأي حاجة متوفرة عندك. وهناخد أول واحدة وهنبدأ نلفها رول زي ما بتعملي العيش الفينو بالظبط كده. لو انتي عملتي عيش فينو قبل كده انتي بتلفي العيش الفينو رول كده برضو. تمام. هتلفيها رول وهتقفليها كويس عشان ما تفكش منك بعد ما تختمر، علشان ممكن بعد ما تخمر تفك منك. فانتي هتلفيها كده، هتلفيها كويس. انا هنا هفكها تاني وهرجع الفها رول تاني كده، اعملها كده بشكل اسطواني كده هون. وبعد كده هرجع اقفلها عشان تعملي الجزء اللي في النص. طبعا هناخدنا القطعة دي تبقى كبيرة، فهناخد جزء منها بس. وبرضه هنعملها بشكل اسطواني. هنلفها رول وهنقفلها كويس برضه عشان ما تفتحش معانا في الفرن. ونشيل الاطراف بتاعتها عشان ما تبقاش مكلكعة. وهنحطها كده. شيلها هنا، نسيت اصلا اشيل الطرف. هشيله كده وهشيل وهحط الطرف من الناحية التانية. وهنحطيها في صينية. الافضل ان انتي تدوري يعني تحطي تعملي الخطوة دي وهي السميد في قلب الصينية. تمام. عشان ما تقعديش تشيليها وتحطيها، يعني تبقى في قلب الصينية وتحطي لها بقى ايه، وتكملي تشكيلها وهي في قلب الصينية. هوريكم كمان واحدة.
هلفها رول. لو عايزة يعني تعملي عرض الشريط اكبر من كده علشان تاخد معاكي تبقى رول اكبر وتبقى هي السميطة اكبر، ممكن برضو تعملي كده عادي. يعني زي ما قلتلك الحجم ده زي ما انت عايزة. هو انا هنا بس ولفيتها وبعد كده حطيتها في قلب الصينية، وبعد كده هحط لها التقفيلة بتاعتها اللي هي في النص وهي في الصينية. هلفها رول برضو. بس وهتخلي القفلة بتاعتها من تحت زي ما انا مورياكي كده وزي ما عملت التانية. بس هوريكي كمان المضفرة بتتعمل ازاي. المضفرة هناخد واحدة برضو نعملها رول، واحدة بس اللي هنعملها رول والاتنين التانيين لا. هوريكي. هتلفيها رول عادي زي ما عملنا الاولانية بالظبط، وبرضو تقفليها كويس، لازم تقفليها كويس علشان ما تفتحش منك في الفرن. بس كده. وهنبدأ نعملها ضفيرة عادي جدا زي ما بتعملي كده ايه الضفيرة لبنتك في البيت، زي ما بتعملي اي ضفيرة اهو. بس كده. وهنقطعها من الطرفين وبعد كده برضو سمك الضفيرة انت هتتحكمي فيه زي ما انت عايزاه، هتقطعي الشريطة على قد ما انت عايزة. بس انا بوريكي ان هنا كده خلاص الضفيرة اتعملت كمان وبقت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده سبتها تختمر تاني وغطيتها وسبتها اختمرت حوالي نص ساعة كمان لغاية ما تضاعف حجمها وبقت بالشكل اللي قدامكم ده. بعد كده هعمل ايه، جبت ربع كوباية مية عليها معلقة سكر، وهحط بس كده هلمع وش السميطة من فوق بالسكر والمية. وبعد كده هرش عليها السمسم، مش اكتر من كده. عندك بدايل تاني بدل الميه والسكر اوكي. عندي معلقه عسل اسود مع برضو ربع كوبايه ميه، او عندي كمان معلقتين حليب وعليهم برضو رشه سكر، ونبدا نشكل بيهم. عايزه تحطي زي صفار بيض تمام، حطي صفار بيض زي ما انت عايزه برضو، وتحطي عليه رشه فانيليا وتدهني بيه وتعملي بيه سطح السميد. انا هنا اكتفيت بالميه والسكر وطلعت معايا اللون زي ما انتوا شفتوه كده، اللون تحفه جدا. فمش محتاجه ان انا احط اي حاجه تانية، بس انا بديكي بدايل لو انت عايزه تحطي حاجه تانية غير اللي احنا حطيناها. هنا كمان في حاجه انا عايزه اقول لكم عليها. شايفين بقى ايه السميته كده في كده ايه يعني طرف باين منها؟ لا، انا عايزاكم الطرف ده تخلوه من تحت تمام، ما تعملوش ايه الحته اللي انا عملتها دي الغلطه دي، خلوا الطرف من تحت تمام. التسويه هتكون ايه؟ التسويه هتكون على درجه حراره 250 فرن الكهرباء فوق وتحت. هتشغلي فوق وتحت، هتاخد معاكي ربع ساعه بس في فرن الكهرباء. فرن البوتاجاز العادي هتشغلي تحت. وبعد ما تاخد لون معاكي من تحت كده وتشوفيها ان هي اخدت لون من تحت، هتطفي تحت وتشغلي فوق الشوايه. ما تاخدش 5 دقايق تحت الشوايه، وبعد كده بتطفي عليها وتطلعيها من الفرن. اول ما تطلع من الفرن تغطيها علشان تبقى طريه معاكي ووشها طري تمام كده. احنا كده قلنا التسوية بالنسبة للفرن الكهرباء وبالنسبة للفرن البوتاجاز العادي، الاتنين درجة حرارة 250. فرن البوتاجاز العادي هتحطيه في الرف الوسط ماشي، لكن في الفرن الكهرباء هتحطي عادي في الرف اللي تحت وهتشغلي فوق وتحت مع بعض. بس انا هنا خلاص حطيت بقى كده وحطيت السمسم في كل السميد بعد ما حطيت عليه المية والسكر من فوق.
وممكن تكتفي بمية بس من غير سكر، برضو هيطلع معاكي حلو جدا. بس كده هتدخله الفرن، وبعد ما يطلع هوريهولكم. وبقى بالشكل الحلو اللي قدامكم اللي انتوا شايفينه ده، طري وهش وقطني جدا وخفيف، وهيعجب ولادكم ان شاء الله جدا جدا. جربيه مش هتندمي، وجربيه في كميه زي ما انا عامله كده 300 جرام بس كده، كوبايتين دقيق يعني. هي معاكي كميه حلوه. وبعد كده تحتفظي بيه ازاي؟ بعد ما تخرجيه من الفرن ويبرد خالص، هتحطيه في كيس بلاستيك وتشيليه في الفريزر، وتطلعي منه زي ما انت عايزه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشير الفيديو. و... وإلى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامة.